السلام عليكم. السلام متتبعين متتبعات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير. مرحبا بكم في قناتي، قناه دعاء محمد. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا فيديو جديد على قناتي. بغيت نشارك معكم الطريقه ديال املو اللي كنصايب في البيت، املو منزلي 100% وبواحد الكميه كثيره، وطريقه الزبده البلديه. يعني ما غاديش نقول لكم 100%، انما كتجي بنينه، كتجي تقريبا بحال الزبده المنزليه. كتقدموها في الفطور هكا مع زويته بلديه، مع الزيتون او كوفيتير، كل واحد شنو كيحضر او كيحط الفطور ديالو. بالنسبه للكميه اللي عندي ديال الكاوكاو، انا خديت هنا نص كيلو ديال الكاوكاو. كما كتشوفوا معايا خديت هذا المقشر، دائما كندير غير هذا اللي بلا قشور. من الاحسن بلا ما تحمروه وتفركوه وتحيدوا ليه القشور، خذوا غير هذا حتى هو كيجي بنين وزوين. بغيتو ديروه في الفران كديروه، بغيتو ديروه هاد الطريقه اللي غنوريكم حتى هو كيجي بنين. كندير واحد النقيطه ديال الزيت في المقله او في المقله الثقيله، وكتحمروه، كتنقصوا العافيه وكتحمروه، ولكن دائما مع التحريك، ما كتوقفوش التحريك، كتنقصوا العافيه وكتبقاو كتحركوا حتى الكاوكاو كياخذ واحد اللون محمر غادي لواحد البني يكون مغمق، باش كيجي داك اللون ديال الاملو بحال الاملو ديال برا او ديال المحلات اللي كيتباع. كما كتشوفوا معايا ضروري مع التحراك وهو كيطلق ديك البنه ديالو مع الزيت، كيطلق واحد المذاق زوين. هنا كديروا في الهاشوار او في اي آلة اللي كطحنوا فيها. عندي هنا معلقه ونص ما بين النافع وحبه الحلاوه، بطبيعه الحال منقيه وطحنتها غربلتها، مع معلقه كبيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال العسل. ممكن تعوضوه بالسكر كلاصي على حسب الذوق ديالكم. بالنسبه للزيت البنات، كاس ديال العنبه فيه نص ديال زيت الزيتون او زيت العود ونص ديال زيت المائده. هذه هي الطريقه. مع البنات واحد القبيصه ديال الملحه درتها مع كاوكاو، هنا ما صورتهاش. كما كتشوفوا معايا غادي توضعوا الكاوكاو اولا مع قبيصه ديال الملحه، غادي تطحنوه مزيان. دائما البنات كنقول لكم طحنوه مزيان باش ما يبقاش لكم محبب في املو. هنا طحنته بالهاشوار وكنخويه في شي زلافه ولا شي بانيو حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. كنجيبوا الروبو اللي كنطحنوا فيه العصير، كنديروا واحد نصف الكميه ديال الكاوكاو المحمر، عاد كنضيفوا النافع والقرفه والعسل. العسل كما قلت لكم، الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، بغيتو تزيدوا زيدوا، انما معلقه ونص ديال العسل جاتني كافيه في نص كيلو. هنا درت القرفه ودرت النافع ودرت العسل، وكنبقى نخوي الزيت كاس بكاس، كنخلطو باش كيتخلط لينا مزيان في الروبو وصافي، وكنطحنوه. هنا كنخدموا الروبو كما كتشوفوا معايا ضروري بهذه العمليه. هنا زدت الكاس الثاني، كنعطيكم بالضبط المقادير ديال نص كيلو، وانتم غادي بغيتو ديروا اكثر. انا دائما كندير نص كيلو حتى كتسالى، عاوتاني كنزيد نص كيلو اخر. ممكن ديروا غير زيت الزيتون، راه البنات ما كتجي فيه لا مذاق ديال زيت الزيتون لا والو، كيجيكم املو بنين احسن وافضل اللي كيتباع في المحلات. هنا البنات ضروري ما كتخلطوا بواحد المعلقه قبل ما تخدموا الروبو، خلطوا بواحد المعلقه، وهنا كطحنوا وكتزيدوا ديك الكميه ديال الكاوكاو وهي كتطحن. يعني الروبو ما كتخدموش على الجهد الاخير ديالو، شويه مور شويه، وكتضيفوا ديك الزيت وكتضيفوا الكاوكاو وكتخلطوا، عاد كتخدموا الروبو باش كلشي كيتطحن دقه وحده، وديك القرفه والنافع والعسل حتى هو كيتخلط معاهم، وكيجي داك المذاق واحد، ماشي نص كيتطحن ونص كيبقى. يعني كطحنوه دقه وحده لهذا الشكل. وزدت البنات نص ديال الكاس، راه هنا كبيتو ولكني ما صورتوش، نص كاس ديال زيت الزيتون.
يعني عندنا 2 كيسان مخلطين ما بين زيت الزيتون وزيت المائده ونص كاس ديال زيت الزيتون. جاني املو هو هذاك في، يعني ما جاش ثقيل وما جاش خفيف كما كتشوفوا معايا. ضروري البنات ما كتخدموا الروبو عده مرات باش كلشي كيتطحن وكلشي كيتخلط، وانتم كتدوروا الروبو كتشوفوا بالمعلقه واش دوك الحبيبات ديال الكاوكاو ما بقاوش يعني طحنوا مزيان كما كتشوفوا معايا. هذا هو اللون اللي خاص يعطيكم ديال املو، وحتى الثقل ديالو ما يكون خفيف وما يكون ثقيل. بالنسبه البنات الزبده اللي قلت لكم اللي تنحضرها في المنزل ديالي، يعني كتجي بحال البلديه، لا في المذاق ولا في اللون ولا في يعني في خبيز، كتجي رائعه. غير تبعوا الخطوات وهي راه سهله، ما فيهاش شي مقادير ولا شي حاجه اللي هي صعيبه. تبعوا غير الخطوات وانا متاكده انكم ما غاديش تستغناو عليها. بالنسبه للزبده، عندي الزبده ديال سونطرال. نتوما غتاخذوا الزبده اللي عندكم، يعني اي زبده اللي كتفطروا بها. هنا البنات عندي كاس ديال اللبن كما كتشوفوا، اللبن ديال العبار. كنأكد لكم اللبن ديال العبار ماشي ديال اللي كيتباع في الحانوت ديال الخنيشات. هنا ضروري اللبن ديال العبار هو اللي باش كتجي به، حيت هو تيكون شويه حامض، كتجي به هاد الزبده زوينه ومالح. بالنسبه للفرماجات، اي فرماج عندكم 4 ديال الفرماجات، يا اما تستعملوا هذا اللي استعملت انا او اي فرماج عندكم، المهم 4. بالنسبه للكميه ديال الزبده ما عرفتش واش قلتها لكم هنا ولا لا، 4 ديال الزبده. هنا كنطحنوا كلشي، كنطحنوا اللبن مع الزبده مع الفرماج كما كتشوفوا معايا. اللي ما عندهاش هاد الهاشوار ديرها غير في الروبو في المونينكس وطحنها، راه نفس النتيجه كطحنتوها في هاد الهاشوار كطحنتوها في الروبو. ضروري البنات كطحنوها وعاود كطحنوها باش كتخلط مزيان. نتوما عارفين الزبده مع اللبن كتعزل، ضروري طحنوها مزيان كما كتشوفوا معايا كتجي على هاد الشكل. هنا البنات كما كتشوفوا راه اللبن كيتحيد كيتفصل بوحدو. من بعد ما كطحنوه مزيان كتصفيوها في اي صفايه عندكم. ضروري البنات باش داك البقايا ديال اللبن اللي بقات كتنزل صافي. الكميه ديال اللبن كتبقى في شويه في الزبده وشويه كتصفيوه وصافي، وها هي الزبده واجده للفطور. كتفطروا بها مع خبيز او كل واحد شنو، مع مسيمنات او كل واحد باش كيفطر، يعني شي حاجه اللي كتكوني موجداها في البيت ديالك احسن من الحاجه ديال الزنقه. هنا البنات كما كتشوفوا معايا 2 افكار شاركتهم معكم اللي كندير في البيت ديالي بالنسبه. وهذا هو الفيديو ديال هذا النهار، شاركت معكم املو بطريقتي والزبده البلديه حتى هي بطريقتي. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واللي اول مره يشارك في القناه ديالي ما ينساش الضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي ان شاء الله، والبصمه البنات والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. وشكرا لكم بزاف مسبقا على المتابعه. الى اللقاء، الفيديو اخر ان شاء الله.